هو انا مش قلت لكم ان شهر مارس ده شهر انثوي؟ ما ينفعش تزعلوا المرأة فيه. بتضايقونا ليه؟ طمطم تواجه البريود. اوف، كان يا مكان في سالف العصر والاوان حاجة لازم نخبيها كل رمضان، مع انها لا عيب ولا حرام. ما كل الناس عارفة ان البنات مش هيعرفوا يصوموا 30 يوم، ممكن كفاية لوم وهات لها شوكولاتة تاني عادي. ليه المجتمع عايز البنات تتكسف؟ بحث في ميكروباص متهالك، سواقه راجل مش سالك شاف بنت بتشرب فانتفض واتفزع وبعلو صوته زعق: هي اليابة هتقوم ولا ايه؟ والحياة راح فين؟ بص للبنت في المرايه، بس المره دي مش معاكسه، لكن علشان ينصحها تشرب في مكان متداري او تشرب في البيت علشان الناس صايمه وعلى اخرها. يا ابله الله، استغفر الله العظيم. في بيت مصري اصيل الراجل نايم على السرير ومراته في المطبخ صايمه بس واقفه بتعمل الفطار. على الرغم ان الجو نار شافت بنتها بتحط مانيكير. قالت لها انت اتجننتي، ولما اخوكي ولا ابوكي يعرفوا انك مش صايمه شيلي القرف ده وتعالي ساعديني في الفطار. البريد مش حاجه عيب علشان تستخبى ولا حرام علشان تستخبي. ربنا مدينا رخصه نقدر بيها ناكل ونشرب في رمضان، علشان التعب والارهاق اللي بيبقى فيه جسمك بسبب البريد ما ينفعش يبقى معاه صيام. نشرب ميه كتير يا بنات، والشوكولاته مش كتير، والمانيكير حلو